انا قليل الادب. انت ليه قلت كده والعيان نايم؟ انا بحب الشخط جدا. هاي فايف برنامج عادي جدا زيه زي اي برنامج. قول لنا حاجه ما ينفعش تتقال في برنامج عنك. انا قليل الادب، اللسان طويل جدا. قول لنا موقف بجد يعني فضيحه. كنت في استقبال الجراحه في فتره الامتياز. كان في عيان دور ان انا ابلغ جراح الاوعيه ينزل يتعامل بقى مع الحاله. جراح الاوعيه بيبقى موجود على الداخلي، وعيانين اللي في عمليات الطوارئ والعيانين اللي في الاستقبال، هو واحد بس على كل دول. عقبال ما نزل خد له مثلا قيمه ساعه الا ربع. فكان معانا دكتور مدارس اي جي يعني كده كيوت قوي. فدخلت اخت الواد اللي هو العيان، جرى يا دكاتره يا اولادي. فالواد رجع اللي هو الاي جي ده، الدكتور ده رجع كده فخبط فيا. فانا طبعا سمعت بقى اساليب الاعتراض اللي هي عملتها، حبيتها قوي. قلت انا لازم ارد. قمت عامل كده اهو، وقمت داخل بقى اساليب اعتراض. طب هعمل ايه؟ ما هتعترض هعترض، ما انا بعرف اعترض، ما مناخيري شغال عادي يعني. فجأة لقيت لك بيشيلوني ورموني جوه اوضه الدكاتره وقفلوا عليا. بقول فيها يا جماعه انتوا، وبيعتذروا لها، دي اعترضت لي. ما ينفعش. فقالوا لي اصل انت ما تعرفش دي مين. قلت لهم مين يعني؟ قالوا لي اصل دي من عزبة ابو حشيش. بالله عليك احنا عاوزين نشتغل، بالله عليك ما عاوزين نتضرب ولا اسم المكان. ما هو بعترف ما كانش ينفع اتصرف كده. بس انت في الاخر انسان يا بشوي، اي حد هيشخط فيك هتشخط فيه. انا بحب الشخط جدا. ايه اكتر صفه ما بتحبهاش في المديرين؟ الظلم. حبيبي. في مرة شغال مع دكتور، فجأة موقف العملية وقال له واحد صاحبي بس هو سينيور، قال له زعق له. فقلت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب ما تزعق لي انت يعني. طب هو ليه فعلا يعني؟ انت عرفت ليه؟ لا لحد دلوقتي فعلا مش عارف. انا بوجه له كده، انت ليه قلت كده في الوقت ده والعيان نايم؟ ليه عملت كده؟ والولد زعق لك ولا لا؟ صاحبي وعارف ان هو لو زعق لي انا يعني هعمل فيه زي هعترض جدا. هتشخط فيه. هشخط جامد.